بيبتدي فيلمنا النهارده مع سام وصديقتها هيزل، وهما بنتين عايشين في دار ايتام، وسام منحوسه جدا، وهما الاتنين كانوا بيصوروا فيديو مع بعض، لكن للاسف بسبب سوء حظ سام ما قدروش يكملوه. وهيزل بعد كده بتجيب لسام العاب الحظ بتاعتها، وبتطلب منها انها تختار لعبه علشان تساعدها في حظها السيء، وبتشاور على مكان فاضي وتقول ان ده مكان قرش الحظ اللي هيساعدها انها تلاقي عيله جديده تتبناها وتخرج من دار الايتام. وده اخر يوم لسام في دار الايتام، لانها تمت 18 سنه ولازم تسيب الدار حسب القانون وتعيش في بيت خاص بيها. وسام كانت زعلانه جدا علشان هتسيب هيزل، لكن المشرفه قالت لها انها تقدر تزورها في الاجازه يوم الجمعه. وسام بتودع هيزل اللي بتاكد عليها انها لو لقت قرش الحظ لازم تجيبه لها فورا. وبتجمع سام حاجتها في شنطتها وبتتوجه مع المشرفه عشان توديها لبيتها الجديد. وبتفتح سام الصندوق بتاعها وبتشوف صورتها وهي عندها 5 سنين، ودي كانت اول مره تيجي فيها الدار. وبنعرف ان بسبب حظها السيء مفيش ولا عيله اتبنتها، والمشرفه نسخه تانيه منها واديتها لها واكدت عليها انها ما تضيعهاش. بعدها سام بتطلع البيت وتنام، وبتصحى الصبح متاخره وبتحاول تجهز نفسها بسرعه علشان تلحق الشغل، لكن كل حاجه بتبقى ملخبطه. باب الحمام بيتقفل عليها وما بتبقاش عارفه تخرج، وحتى لما حاولت انها تفطر ما عرفتش، والشرابات ما لقتش فرده شبه التانيه. ولما حاولت تاخد العجله عشان تلحق الشغل لقيت الكاوتش نايم، ولانها متعوده على الحظ السيء قدرت انها توصل الشغل. وقابلت مدير السوبر ماركت مارف اللي ادى باي حاجه، لدرجه ان مارف اضطر انه يخرجها بره تجمع عربيات التسوق مكانها. ويوم الجمعه بتروح سام عشان تزور هيزل، فالمشرفه بتقول لها ان العيله اللي كان مفروض انها تيجي تتبنى هيزل خلفت ميعادها. وبتدخل سام لهيزل اللي بتكون زعلانه جدا، وبتحاول سام انها تطمنها وتقول لها ان اكيد المره الجايه العيله هتيجي. وبتروح سام تشتري سندوتش شاورما وما بتلاقيش مكان في المطعم، فبتقعد على الرصيف عشان تاكل. وبيجي جنبها قط اسود، وسام بتديله حته من السندوتش بتاعها، والقط بيقعد ياكل وهو مستمتع. لكن سام فضلت تحكي له في قصه حياتها لحد ما القط سابها وجري. وبتلاقي سام على الارض قرش بيلمع، فبتاخده وتمشي وبتروح علشان تنام. وبتصحى الصبح في ميعادها مش متاخره، وبتلاقي كل حاجه في البيت ما فيهاش اي مشكله، وبتفتكر القرش اللي لقيته امبارح وبتتاكد انه قرش الحظ. وفي الشغل كانت بترتب كل حاجه في مكانها بسرعه كانها بتلعب اكروبات، وراف كان منبهر بيها جدا. ولما خلصت شغلها قررت انها تروح تزور هيزل علشان تديها قرش الحظ. ودخلت الحمام، لكن للاسف القرش وقع منها في الحمام، ولان الحمام بيشتغل بنظام شفط الليزر فسام حاولت تتفاداه، لكن قبل ما تمد ايدها وتجيب القرش وقعت نقطه عرق منها وشغلت الليزر وشفطت القرش. وسام كانت متضايقه جدا وبتروح عند المطعم وبتخبط راسها في العمود، وبتلاقي القط الاسود ماشي كانه بيدور على حاجه. وسام فضلت تحكي له انها ازاي ضيعت القرش ووقع منها في الحمام. وفجاه صرخ القط فيها واتكلم وقال لها انت ضيعت القرش بتاعي. واتفاجئت سام وعرفت ان القرش بيخص القط، والقط حس انه غلط وحاول يهرب منها، وفضلوا يجروا ورا بعض في مطارده ظريفه جدا. وفي الاخر سام بتتفاجئ بالقط فاتح بوابه سحريه ونط فيها، وبسرعه سام نطت وراه علشان تلاقي نفسها في عالم تاني. والقط اتفاجئ بيها وطلب منها انها ما تدخلش لانه ممنوع دخول البشر في المكان ده، لكن هي قالت له انها مش هتمشي غير لما تفهم هي فين وايه اللي بيحصل. والقط قال لها ان اسمه بوب، وان دي مدينه الحظ، وان القرش اللي هي ضيعته هو الطريقه الوحيده اللي يقدر بيها يدخل المدينه، وانه لازم يسلمه للكابتن على البوابات. وطلب منها مره تانية انها تمشي، لكن سام قالت له انها مش هتمشي غير لما تاخد قرش حظ تاني علشان تديه لهيزل. وبوب قال لها انه مش هيقدر يدخل من غير قرش الحظ، فبتعرض عليه سام انها تديله زرار الشنطه بتاعتها علشان يسلمه للكابتن مكان القرش، ووعدته انها لما تاخد القرش هترجعه له تاني بعد ما تساعد هيزل. ووافق بوب وهو مضطر، وبيشتت انتباه الكابتن علشان سام تقدر تدخل. وبعدين بيروح على دولاب صديقه جيري واخد منه ملابس لسام اللي لبستها واتنكرت في شخصيه جنيه، ومحدش شك فيها لان بوب كان بيقدمها على انها جنيه من لاتافيا، ومعروف ان جنيات لاتافيا حجمهم كبير. ودخلت سام غرفه تلميع قروش الحظ اللي ممنوع ان يدخلها القطط، وحاولت انها تاخد قرش وتخبيه، لكن بسبب حظها السيء بتاخد الزرار بتاعها وتسببت في فوضى كبيره جدا في المكان. والزرار راح منطقه التسليم، وجت شرطه الحظ مع الكابتن واعترفت سام لجيري انها من البشر. وجيري بيوديهم المكان اللي بيتصنع فيه جواهر الحظ، وبتشوف التنينه بيب اللي صنعت جوهرتين الحظ في ماكينه التوازن والرئيسه التنفيذيه للمكان. وقال لهم ان بيب عندها القدره انها تشم الحظ السيء على بعد اميال. وبتحاول سام انها توصل لجوهره الحظ، لكن بوب هو اللي بيجيبها في الاخر. بعد كده بوب بيدخل منطقه التحكم وبيوصل لذراع التحكم، لكن الكابتن اكتشفت وجود الزرار وقالت انها بتشك في 3 قطط منهم بوب ومطلوب القبض عليهم فورا. وسام بتشغل كل الموجودين عن طريق الرقص والغنى لحد ما بوب وصل للقرش ورجع الارنب بيه تاني مدينه الحظ. وجيري وقال لهم جيري ان الارنب هيكون موجود في الدور السادس. وبيروح بوب وسام علشان يجيبوه، لكن سام بتضغط على زرار غلط وبتنزل ارض الحظ السيء، والباب بيتقفل عليها هناك وبتتوه من بوب. فبوب بيقول لها انه هينتظرها عند البوابه رقم 13 في المكان اللي بيفصل بين الحظ السيء والحظ الجيد. وبتمشي سام في ارض الحظ السيء وبتقابل الوحوش اللي عايشين هناك، وبتبقى خايفه جدا، لكنها بتقدر توصل لبوب اللي بيقول لها انهم لازم يلاقوا الارنب
الارنب قبل اليونيكورن جيف ما يوصل له، وبتشغل سام جيف في الكلام لحد ما بوب يدور على القرش. ولان جيف بيحب يتكلم كتير حكى لها ازاي انه في مره تعب من الحظ السيء، وان التنينه بيب ادت له قرش حظ وعالجته لمده 4 شهور، وفي الوقت ده حبوا بعض جدا. لكن بيب قررت انها تبعد عنه علشان تحافظ على مدينه الحظ من الحظ السيء، وسالته عن الارنب فقال لها انه لقاه فعلا وان القرش كان متوسخ فسلمه للمستودع علشان ينظفوه. وبوب كان يائس جدا، لكن سام قررت انها تقابل التنينه بيب وتطلب منها قرش حظ تاني. وفعلا راحت سام لبيب وقالت لها انها جنيه بتعاني من الحظ السيء، وفعلا بيب ادت لها قرش الحظ علشان تساعدها. لكنها لما خرجت لقيت ان الكابتن بيقبض على بوب لان بصماته كانت موجوده على الزرار، فبتقرر سامي انها تنقذه وتديله قرش الحظ علشان يسلمه للكابتن. وبوب كان مستغرب جدا هي ليه عملت كده، فقالت له انه مش من العدل انها تسيبه يروح ارض الحظ السيء وهي تقدر تنقذه. وبتقرر سام انها تساعد هيزل بطريقه تانية، انها تروح منطقه المنتصف وتوقف انابيب الحظ السيء، وبكده مفيش حظ سيء هيروح لعالم البشر. وفعلا بيعملوا كده هي وبوب، وبتروح تشوف هيزل على الشاشه وهي منتظره العيله اللي هتيجي تتبناها، وبتحس سام ان مهمتها انتهت فبتودع بوب علشان ترجع لعالم البشر. لكن فجاه بيحصل تسريب في الانابيب وانفجار كبير جدا، والبوابه ما بتنفتحش، والحظ السيء بيملى مدينه الحظ، والاسره اللي كانت رايحه تتبنى هيزل ما وصلتش، وبينقطع الاتصال بين عالم البشر ومدينه الحظ، وجواهر الحظ بتتحطم فبتقف آلة التوازن ومدينه الحظ كلها بتتدمر. وبتعترف سام للجميع انها من البشر وانها السبب في كل اللي حصل، وانها عملت كل ده علشان تساعد صديقتها. لكن بيب بتقول لها انها ده مش موجود. والتنينه بيب كانت مكتئبه جدا هي وكل اهل المدينه، وسام كانت بتلوم نفسها على اللي حصل. لكن بوب قال لها ان هيزل مش محتاجه لقرش حظ طول ما عندها صديقه زيك، وان الحظ السيء بجد هو انك تبطلي تحاولي. وبتفتكر سام انها شافت في ارض الحظ السيء ضوء اخضر، وفعلا بينزلوا لعالم الحظ السيء وبيقابلوا رودي عمده ارض الحظ السيء، واكتشفت ان الوحوش اللي عايشين هناك طيبين جدا، ورودي بيديهم شويه الحظ الجيد اللي عنده. واخدت معاها جيف ورجعوا للتنينه بيب اللي عملت باللهب بتاعها جوهره حظ سيء وجوهرتين حظ جيد، لانها قررت انها تحط في آلة التوازن جوهرتين حظ جيد وما تحطش حظ سيء خالص، وبكده تقضي على ارض الحظ السيء بكل اللي فيه. لكن سام بتمنعها وبتقول لها ان الحظ السيء ضروري في الدنيا زي الحظ الجيد بالظبط، وان الاتنين واجهين لعمله واحده، لان الحظ السيء اللي وداها دار الايتام هو نفسه اللي خلاها تقابل صديقتها هيزل، وهو اللي خلاها تقابل بوب وتوصل لمدينه الحظ وتقابلهم كلهم. وكان السبب ان بيب قابلت جيف وحبته، وبتقتنع التنينه بكلامها وبتسيبها ترجع الجوهره مكانها، وعالم الحظ بيرجع زي ما كان. وسام بتشوف هيزل على الشاشه وهي رايحه مع عائلتها الجديده. بعدها التنينه بيب والجنيات بيزوروا العمده رودي في ارض الحظ السيء وبيقدموا له جوهره الحظ هديه، وبوب بيرجع لوظيفته والكابتن بتديله قرش حظ جديد. لكن بوب بيرفض وبيقرر انه هيعيش في ارض البشر مع سام. بعدها بتمر سنه وبنشوف سام بعد ما خلصت شغلها بتاخد بوب وتروح علشان تقابل هيزل مع عائلتها